صاحية في رمضان متأخرة وعندك بقى نص ساعة بس كده قبل الفطار، وعايزة تعملي فطار سهل وبسيط وسريع وطعمه حلو جدا. مفيش عندك بقى غير الفطار ده. هتعملي طواجن المكرونة المقلوبة بتاعة المطاعم، طعمها تحفة جدا جدا، من غير ما نسلق مكرونة ولا نقف كتير. 10 دقايق وهتكوني خلصتي الحاجة ودخلتيها الفرن، وبجد هتبقي انجزتي في اليوم بتاعك. يلا بينا نسمي الله ونشوف مع بعض فطارنا النهاردة. هجيب الطاسه بتاعتي واحط فيها معلقه زيت معلقه سمنه، وانزل عليها كده بربع كيلو من اللحمه المفرومه. هو ربع بس هيعمل معاكي كميه طواجن بجد خطيره، حوالي من 8 ل 9 طواجن صغيرين زي اللي انت شفتيهم كده في اول الفيديو. هبدا اشوح اللحمه بتاعتي، بمجرد بقى ما لونها يتغير بالشكل ده هنزل بقى عليها بصلايه كده مفرومه في الكبه، مفرومه كده ناعم زي ما انت شايفه بالشكل ده، ونشوحهم مع بعض على نار وسط. وبعد كده بقى عشان نزود الكميه بتاعتنا عندنا بقى كده فلفل الوان، احمر اخضر اصفر، عندك فلفل سبايسي زي ما انت عايزه براحتك وحطي. وطبعا كل ما كترتي كميه الخضار كل ما كانت الكميه هتزيد معاكي اكتر. هنزل بقى عليهم كده برشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، عايزه بقى تحطي بهارات سبعه مرقه زي ما انت عايزه براحتك. مش هضيف لها طماطم متقطعه ولا احط لها صلصه، لان طبعا انا هسقي الطواجن بتاعتي دي بالصلصه، فكفايه قوي الصلصه اللي انا هحطها. هحط بس كده ربع كوبايه من الميه كده عليها، واقلبها واسيبها تستوي في الميه دي، ويشربوا بقى كده الميه والخضار ينزل ميته ويرجع يشربها تاني، وتبقى معايا مستويه وزي الفل. وطبعا تقدري تستبدلي اللحمه المفرومه بالفراخ، تقطعي الفراخ كده زي الشاورما وتستخدميها عادي جدا. كده خلاص جهزت معايا، هركنها على جنب. نيجي بقى كده في حله تانية، معلقتين كده من الزيت وفصين كده حلوين من الثوم مفرومين، وهبدا بقى ان انا اصفرهم بس مش عايزه لون خالص. صلصة طواجن المكرونة مش بنحط لها بصل، بنحط لها توم بس. شوحت كده التومة بتاعتي وشميت ريحتها ويدوب لونها بس كده اصفر حاجة بسيطة. هنزل بقى عليها دلوقتي بنص كيلو من الطماطم، ضربتها كده في الخلاط زي ما انتوا شايفة بالشكل ده. مش عايزاها تكون خفيفة في المرحلة دي عشان تتسبك معايا بسرعة وتتقل معايا. نديها بقى كده رشة من السكر عشان الحموضة، ونسيبها بقى عشان تتسبك. واديتها كمان رشه ملح ورشه فلفل اسود، ونقلبهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واسيبها بقى عشان تتسبك معايا والقوام يتقل معايا شويه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اساسي معايا معلقه السكر دي علشان الحموضه بتاعت الطماطم. هغطيها كده وتاخد معايا غلوتين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا القوام كده تقيل، مش هينفع ان انا استخدمها بالقوام ده، فانا هبدا بقى نحط لها كوبايه كده من الميه المغليه عشان تكون معايا خفيفه واقدر اسقي بيها الطواجن بتاعتي. زي ما قلت لكم احنا مش هنسلق المكرونه بتاعتنا خالص، يعني هنحطها ني في ني كده وهتستوي معاكي في الفرن. فضروري طبعا تكون الصلصه خفيفه زي ما انت شايفه كده. بعد بقى ما اتسبكت معايا ضفت لها كده كوبايتين من الميه المغليه، خدت معايا غلوه تاني، وبعد كده خلاص هي بقت جاهزه معايا زي ما انتم شايفين. هنحط لها بقى دلوقتي معلقه الثوم اللي انا كنت سايباها في الاول، هتحطيها دلوقتي وتحطي معاها كده معلقه من الخل. عايزه اقول لك هتشمي احلى ريحه صلصه بجد، الطريقه دي خطيره جدا جدا جدا. دي بقى من قلب كده المحلات، يعني من قلب المطابخ بتاعت المحلات اللي بتاكليها بره. التومه النيه اللي في الاخر دي بتديكي طعم حلو جدا، غير التومه المتحمره في الاول. تمام كده. هجيب بقى الطواجن بتاعتي الصغيره. طبعا انت حابه تستخدمي طاجن واحد بس او قالب بايركس كده كبير، تدهنيه وتحطي فيه المقادير بتاعتنا كلها زي ما انت عايزه، وتقلبيه وتقطعي منه كده حسب افرادك زي ما انت عايزه. انا بحب لكل واحد يكون ليه طاجن لوحده، يقلبه كده في طبق لوحده، يبقى كده حاجه كده خاصه بيه. عندي الولاد بيفرحوا بيها جدا وبجد بتشجعهم على الاكل اكتر. دهنت كده الطاجن بتاعتي بمعلقه صغيره كده من الزيت ووزعتها كويس قوي في الطاجن. وده ليه؟ عشان لما اجي اقلبه في الاخر ينزل معايا كله كده سليم، وما بصش الاقي اللحمه كده لزقت معايا في الطاجن وما خرجتش معايا، وبالتالي شكل الطاجن مش هيبقى شكله مظبوط. فحطيت بقى كده، وزعت اللحمه من المفرومه بتاعتي او اللحمه العصاج بتاعتي، وزعتها كده على الطواجن بالتساوي. عملوا معايا حوالي 8 طواجن. حطيت كده كميه حلوه زي ما انتم شايفين، وبططتها كده بالمعلقه عشان تبقى برده طبقه متساويه معايا، وما تكون شكلها برده حلو لما نقلبها. هنجيب بقى كده المكرونه بتاعتنا، مش هقول لك بقى برده المقدار قد ايه بتاع المكرونه، عشان برده حسب الطاجن اللي انت بتستخدميه. طاجن كبير طاجن صغير، انا عايزه بس هنا اهم حاجه بحط المكرونه بتاعتي 3 ارباع الطاجن. لسه طبعا هضيف الصلصه، ولسه المكرونه دي هتستوي معايا في الفرن، فما ينفعش املاها للاخر عشان ادي لها مساحه ان هي تستوي وتنفش معايا. انا اخدت معايا حوالي نص كيلو من المكرونه البنه. المكرونه البنه بتكون انسب حاجه للطواجن دي. طبعا ينفع تحطي مكرونه مقصوصه، مكرونه معوجه، اي حاجه زي ما انت عايزه براحتك. اهم حاجه زي ما قلت لك ما تمليش الطاجن بتاعك للاخر علشان تديه مساحه كده ان هو يستوي ويزيد معاكي.
بعد كده حطيت الصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين، غطيت بيها المكرونه بتاعتنا، ومش هنكتر برضو اكتر من كده عشان ما تعجنش معانا في الفرن. هنجيب بقى كده ورق الفويل بتاعنا ونغطي بيه الطواجن. عندك غطيان للطواجن دي غطيها، مش عندك غطي زي ما انا عملت كده بورق الفويل. قفلي كويس جدا عليها، وما تقلقيش المكرونه بتاعتك هتستوي ومش هتعجن، وهتكون مستويه ومظبوطه جدا جدا، ولا هتكون لازقه ولا معجنه. بجد اختراع من غير بقى ما نسلق ولا نعمل ولا اي حاجه، هي خطوه واحده بس. تمام. انا بقى كده هجيب الصينيه بتاعت الفرن بتاعتي، وهبدا ارص فيها الطواجن وادخلها الفرن على 170 في الرف الوسطاني. هتاخد معاكي حوالي كده نص ساعه. هتكشفي بس انت كده عليها وتشوفيها، تختبريها بالشوكه. خدوا بالكم الحشوه بتاعت الطاجن او القاعده اللي انا حطاها في الطاجن من تحت دي مستويه. يعني انا مش محتاجه من الفرن بس غير ان هو يسوي لي المكرونه. وقت تسويه المكرونه مش اكتر من كده. يعني الموضوع كله نص ساعه تلت ساعه، وهتلاقي معاكي الطاجن بقى بقبق كده واستوى وبقى خطير جدا. بخرجه بقى على طول زي ما انتم شايفين كده، وبفضيه بقى وقت الاكل على طول. مش بفضيه من قبلها، بحب كده اقدمه وقت الاكل. يعني انا مش محتاجه بقى الطواجن دي، مش هفضيها خالص دلوقتي. وعايزه اقول لك الاكله دي بجد بيعشقوها عندي كبار وصغيرين. بيكون شكلها حلو قوي، وكمان بناكلها بره. وانا من الناس اللي انا ما بحبش اكل حاجه من بره، بحس يعني برضو ببقى مشككه من النظافه. فلما بتبقى حاجه معموله في البيت كده وانت ضمناها، بتكون طعمها حلو جدا، بتاكليها كده بنفس. زي ما قلت لك تقدري بقى تبدلي اللحمه بالفراخ، او تبدليها باي حاجه تانية برضو زي ما انت عايزه. في ناس برضو ممكن تعملها بالكبد براحتك برضو، بس انا ما جربتهاش بصراحه. لكن باللحمه بتكون طعمها خطير جدا. واديني قلبت لك الطواجن اهي عشان اوريكي بقى شكلها ما شاء الله، طلعت كلها مره واحده. مفيش حاجه لزقت مني في الطاجن، عشان طبعا زي ما قلت لكم هو دهناه في الاول بالزيت. بصوا يا جماعه المكرونه مفلفله، مش معجنه، مش لازقه في بعضها، مستويه، مش مدقدقه ولا الكلام ده كله خالص. شايفين بقى شاربه الصوص بتاعها مظبوطه، وبجد ما فيهاش غلطه. لو حطيت المكرونه من الاول مسلوقه خدي بالك هتعجن منك، فحطيها زي ما قلت لك كده نيه خالص وهتستوي، ما تقلقيش ابدا. وبكده عملنا اسرع واجمل واحلى غدا او فطار في رمضان، مش هياخد معاكي وقت خالص في التجهيز. وبجد طعمها خطير جدا واقتصادي وبسيط. جربي الوصفه بتاعتي بكره ان شاء الله، ومستنيه رايك في الكومنتات. اشوفكم على خير فيديو جديد. مع السلامه.